الأزمة المفاجئة في ملف تجديد عقد أحمد السيد زيزو مع الزمالك. مساء الخير على حضراتكم جميعا، عامل إيه يا صديقي العزيز؟ يا رب تكون بخير. فجأة وبدون مقدمات، الفترة الأخيرة بعد ما كان الوضع في ملف تجديد أحمد السيد زيزو كان أكثر هدوءا في الفترة الأخيرة، وكانت الأمور هادية، وسمعنا إن أحمد السيد زيزو بدأ يبقى مبسوط وبيقدم مستوى كويس، إذا إن هو شبه اقترب من التجديد، وكان ملف التجديد كان انتهى. ده كان اللي بيتقال. فجأة امبارح وبدون أي مقدمات كان نار في الهشيم زي ما بيقولوا. ما تفهمش ايه اللي حصل. فجأة ماسورة اخبار في السوشيال ميديا كلها، زيزو قال او والد زيزو قال وإدارة الزمالك بتقول لا دول كدابين، لا دول صادقين. دي مش هتكون قضيتي لان انا مش هقدر اجزمها. ده هيقول وده هيقول، ده عايز يطلع ده وحش وده عايز يطلع ده وحش، فانا مش ده الفارق معايا في الازمة. هنتكلم عن الموضوع بشكل مختلف في أزمة أحمد السيد زيزو وفي إدارة الملف من البداية. في البداية بس نحب نوصل رسالة لكابتن حسين لبيب والمجلس إدارة الزمالك. حضراتكم من دي 1 قلتوا إن إحنا كوماندوز جايين عارفين المشاكل، وإحنا جايين نحل الأزمات، وإحنا وخبراء اقتصاديين، وإحنا مفيش حد زينا في الكوكب. كلام جميل. قلنا المشاكل كبيرة والمشاكل صعبة، قلتوا لأ ما تقلقوش، ده احنا ادونا سنة واتفرجوا هنعمل ايه. طيب إدارة الزمالك في أزمة أحمد السيد زيزو، حضرتك من 6 شهور تقريبا أو من شهور قليلة كان جه عرض لأحمد السيد زيزو في الميركاتو الماضي برقم كان كويس جدا، اللي هو عرض نيوم السعودي. حضراتكم رفضتوا العرض الخيالي اللي هو كان المفروض على الأخبار اللي طالعة إن هي قربت من ال5 مليون دولار. ليه احمد السيد زيزو ما اتباعش في الوقت دوت لنادي نيوم؟ كنا قدرنا نستفاد بالمبلغ الكبير جدا ده، وساعتها كنت هتقول للجمهور احنا هنبيع زيزو برقم كبير جدا، وبناء عليه هنجيب صفقات بشكل كبير جدا، وهندعم ونخلي شكل الفريق اقوى بشكل مختلف، وهيكون في شكل الصفقات والتعاقدات بشكل مختلف عن الفترة الأخيرة. كان الجمهور مش هيزعل ولا هيلوم عليكم لان انتوا استغليتوا قيمه احمد السيد زيزو الماليه الكبيره بانكم بعتوه وجبتوا فريق مش لعيب واتنين بس. لكن كابتن حسين لبيب طلع قال لا ورفض رحيل احمد السيد زيزو، وقال ان احمد السيد زيزو هيكمل. نرجع تاني لحاجة قبل الموضوع ده كمان بشوية. أيام الانتخابات الكابتن حسين لبيب لو يتذكر، يعني لو هو فاكر، معرفش الأزمة معاه فين، قال ان احمد السيد زيزو اصل من اصول نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب في تصريح اخر جوه نادي الزمالك برضه في قبل الانتخابات قال لك انا المركب من البلدي كده، المركب لو مخرمه انا اعرف اعدي بيها واحل الازمات وامشي الدنيا. طيب يا كابتن حسين، المركب مخرمه وبتغرق. حضراتكم الموضوع مش ازمه تجديد احمد السيد زيزو فقط، حضرتك لحد النهارده مفيش اي صفقات تمت. حضرتك هل انت قويت الفريق عشان تمشي اصلا احمد السيد زيزو، او ان انت فشلت في تجديد في الملف التجديد لاحمد السيد زيزو؟ حضرتك اللي قلت ودخلت بصدرك جامد في ايام الانتخابات وقلت ان احنا كوماندوس واحنا رجال اقتصاد واحنا عارفين وهنوفر موارد وهنعمل وهنعمل وهنعمل، وكل ده ما حصلش اطلاقا. بس دي مش ازمتنا، احنا بنقول لحضراتكم ان بناء على كلامكم فاحنا بنحاسب حضراتكم في الكلام ده. المهم كنا وصلنا لنقطة المفروض إن أنتوا قلتوا إن كان ملف تجديد أحمد سيد زيزو كان وصل بشكل كبير، الدنيا كانت بدأت تستقر، فجأة الأزمة دي طلعت. من الآخر، أحمد السيد زيزو كان لابد لو أنت مش قادر تجدد له تبقى تمشيه من ميركاتو اللي فات. أنت اللي حطيت نفسك في موقف الضعف في الوقت الحالي، وأنت المطالب من حضراتكم كمجلس إدارة وحضرتك كابتن حسين لبيب بصفتك رئيس النادي تحل الأزمة دي في أسرع وقت. احمد السيد زيزو
انت لو مشيته ببلاش ده اهدار للمال العام. حضرتك كابتن حسين لبيب مشوهين صورة زيزو ووالد زيزو. يا اخي انا همشي معاكم ان والد زيزو جاحد وجشع وفي كل المميزات، كل يعني الصفات الوحشه والسوء اللي في الدنيا، واحمد السيد زيزو وحش. حضرتك فين تجديد عمر جابر؟ فين تجديد عبد الله السعيد؟ فين تجديد الونش؟ فين تجديد دونجا؟ فين تجديد وتجديد وتجديد ونقعد نعد الست سبع لعيبه؟ فين؟ الناس دي كلها وحشه. طب ما حضرتك ما جددتش للناس دي ليه واحنا اصلا داخلين في شهر فبراير؟ يعني كل اللعيبه دي من حقها تمضي في يناير لاي فريق. يعني الازمه مش في احمد السيد زيزو بس، الازمه في فشل حضراتكم في اداره الملفات كلها. هتقول لي مفيش فلوس، مفيش فلوس مش بتاعتي. حضرتك مطالب توفر فلوس وتوفر موارد اللي انت قلت عليها في الانتخابات، احنا رجال كوماندوس ومجموعه هنخش من اول يوم نضرب في المشاكل ونحل وهنوفر فلوس وهنستثمر، ومعانا هاني شكري تسويق جبار وهيجيب وده هيجيب وده هيجيب. مفيش اي حاجه حصلت، لا محلات اتاجرت ولا في حاجه بتحصل ولا في اي خطوات بتحصل نهائي في الملفات. هي بس شويه الاعلانات ودي حصلت عشان دعم من فوق بسبب توليكوا رحيل مرتضى منصور. فغير كده انتوا ما عملتوش اي شيء يوفر موارد زياده. فمش بتاعتي حضرتك، ما فيش فلوس توفر فلوس. استاذ ممدوح عباس قال مش قال بدفع، هو دفع بالفعل كتير ولا زال بيدفع، وقال هدفع في تجديد احمد السيد زيزو. ايه اللي معطل الموضوع؟ استاذ عمرو الجنايني ممكن يدفع، وقلت ان في مش عارف استاذ محمد الجمال تقريبا برضه بيدعم، استاذ محمد الاتريبي، ذكرتوا ناس كتير جدا رجال اعمال. حضراتكم استاذ هاني بيرزي، استاذ هاني شكري، كابتن حسين لبيب، كلكم رجال اعمال. ما كلكم تدفعوا تحلوا الازمه مش بتاعتنا. حضراتكم جيتوا لازم تكونوا قد المسؤوليه، مش ملف تجديد احمد سيد زيزو ده الملف الزيزو وكل اللعيبه اللي عقودها تنتهي وتعاقدات جديده. انتوا عشان بس ممكن يكون الفكره، انا هنا دماغي بدات تفكر انتوا بتعملوا الازمه دي عشان تقولوا ان مفيش صفقات، فبكره بعده بعد شويه نجدد لزيزو فاكتفي يا جمهور الزمالك. للاسف مش هنقبلها. لعبه قديمه قوي ورخيصه جدا. وبقى الاسوأ ان انا مش واثق فيكم انك لو مشيت اصلا زيزو انك تجيب غيره. انت فرقتك اصلا متدمره. انت في ماتش انيمبا نقطه الخطوره كلها كانت جبهه زيزو. فانت مش في حمل انك تقعد تفضي في الفرقه. مش مكتوب علينا كجمهور الزمالك نفضل طول العمر عايشين في ازمه ان كل مجالس الادارات اللي بيجوا لنادي الزمالك ما عندهمش ابتكار في توفير حلول وموارد. بيع 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 ارضك يا عواد. مفيش حاجه اسمها كده. احمد السيد زيزو لازم يجدد، مش لازم يجدد لو يدراع النادي. افهم حضرتك، عايز تاخد الحلول اتفضل هقول لك الحلول وملهاش حل تاني. عيب لما تكون حضراتكم ناس كلكم قامات كبيره واقتصاديين وكلكم رجال اعمال ومش عارفين تحلوا ازمه زي دي. انسى احمد السيد زيزو يا باشا، يقعد جدد بالرقم اللي هو عايزه. لو عايز 100 مليون و105 مليون و110 مليون و120 مليون اديهم له دلوقتي واعمل له عقد 4 سنين. خد موقف القوه، خليك انت الاول قوي. هتقول لي يناير اعيره؟ لا، كمل الموسم ده وتبدا تبقى قوي وتاخد بطوله كونفدراليه ان شاء الله، لو تقدر تاخد الدوري وترجع دوري الابطال بقى او تشوف الموسم الجديد. والموسم الجديد هيكون فاضل لزيزو فيه مثلا عقد 3 سنين احنا مجددين له 4. اول عرض يجيله يا باشا اتفضل اتكل على الله، رقم محترم، بلاش كمان تبيعه. اطلع اعاره سنه في سنه في سنه وجدد سنه، تطلع اعاره في سنه في سنه وجدد سنه، ويفضل استثمر فيه واعتبر زيزو ده الكنز اللي هيجيب لك فلوس من الاعارات في الخليج، واقعد استثمر فيه. فكره بسيطه جدا تجيب لك فلوس على الاقل. ده واحد هتجيب لك فلوس، رقم اتنين تخلص من العبء المالي الكبير اللي هو قيمه عقد احمد سيد زيزو اصلا السنين اللي فاتت كبيره وهيزيد اكتر. فانت ما تتحملهاش غير 6 شهور اللي فاضلين دول عشان تبقى انت صاحب موقف القوه. واول ما تخلص الموقف الازمه دي وتبقى انت اللي معاك العقد وانت اللي في موقف قوه، زي ما قلت لك تخلص الموسم الشهر 6 اللي جاي
عندك حلين: يا تبيع احمد سيد زيزو برقم كبير جدا ينقلك نقله تانيه في الميركاتو اللي جاي، تجيب بقى سكواد كبير، تجيب لي واحد واثنين وثلاثه في الجناحات وتبدا تقوي محترفين وتبدا تعلي السكواد. دي نقطه. رقم اتنين: يا اما تطلع اعارات زيزو، اعارات سنه في سنه في سنه بارقام كويسه مقبوله، وزيزو اسمه يجيب، وتبدا تستفاد من الفلوس دي تصرف على فريق كره القدم. ادي الحل بمنتهى البساطه. مجلس اداره الزمالك، حضراتكم دلوقتي مسؤولين عن الازمه ان انتوا تحلوها اللي انتوا حطيتوا نفسكم فيها، مش بتاعه حد. وجمهور الزمالك مش شاري ولا هيقبل بكل الكلام ده وكل القلق ده. كابتن حسين ضروري النهارده لازم تقعد تقفل الجدل ده. ما ينفعش يبقى الاهلي عنده مشاكل والدنيا عنده مشاكل، اكرم توفيق وبيرسي تاو مشي ومش عارف هيجيبوا مين ومش لاقيين محترفين ومشاكل كبيره، وانت تروح مصدر مشكله لنفسك فتغطي عليهم. باشا تجيب احمد السيد زيزو وابوه الاثنين تقعدوا، وتجيب استاذ عمرو الجنايني، يجيبوا رجال اعمال كلكم تقعدوا النهارده وبكره بالكتير. تقعدوا باشا، عايز ايه؟ عايز اجدد، اتفضل. عايز كام؟ عايز جنيه؟ عايز اتنين؟ رجال اعمال يدفعوا، يعملوا يجمعوا المبلغ، تخلصوا، امضي وتخلص الموسم ده على خير، وتيجي السنه الجديده تشوف بقى موقفك ايه. تقرر يا اما تبيع يا اما تعير على حسب موقفك وعلى حسب الفلوس اللي جايه من الاعاره او البيع، وتبدا تاخد قراراتك. اتمنى ان انتوا تفوقوا. وكابتن حسين لبيب انت المسؤول، وانت اللي قلت انا متحمل المسؤوليه، وعارفين الازمه اللي فيها النادي، وعارفين الاخرام والمركب لو مخرومه هنسوق، واحنا بالبلدي كده هنعمل، واحنا كوماندوس، واحنا هنسوي. اتفضل. مش قد الشيله ما تشيلوش. قولوا الموقف صعب، سلام عليكم. احنا ما كناش قد المسؤوليه، وكنا بنقول اي كلام، واحنا غلطنا ان احنا قلنا اي كلام ووعدنا وعود في شنك. حضراتكم مطالب منكم مش تجديد زيزو بس، تجديد زيزو وكل اللعيبه اللي المفروض تمشي. مطالب منكم تجيبوا صفقات تدعم الفريق في الميركاتو الحالي. الموضوع بسيط، واحنا ملناش دخل كجمهور الزمالك في الازمه اللي انتوا عملتوها دي. لو ابو زيزو وحش وزيزو وحش، عمر جابر، عبد الله، دونجا، الونش، كل الرجاله اللي المفروض عقودها تنتهي دي وضعها ايه؟ انتوا زيرو في اداره الملفات، ما عملتوش اي حاجه اصلا. فانت يا صاحبي العزيز المشجع الزملكاوي، ممكن تقول لي رايك ايه في الكومنتات؟ هل انت شايف ان ده انسب حل ان احنا نجدد لزيزو باي رقم هو عايزه؟ انت مع الحل اللي انا قلته ولا لا؟ ولا انت شايف حل تاني؟ اتمنى ان حضرتك تشاركني في الكومنتات ونشوف الانسب حل، ممكن نوصل صوتنا للاداره. اتمنى ان الفيديو لو عجبك في الاخر بس تعمل لايك وكومنت وشير، تخلي صوتنا يوصل لكل الناس، لان الملف ده ملف مهم جدا، ولازم صوتنا يوصل لاداره الزمالك بشكل مهم جدا في الفتره دي، لان اداره الزمالك نايمين ومش داريانين بحاجه. وهم انا مش فاهم ايه الفرق بينهم وبين اللي كان غيرهم، او اللي قبلهم، واللي كان دايما بيعمل مشاكل. دلوقتي هم بيعملوا مشاكل، هو كان بيبيع وانتوا عايزين تبيعوا. مفيش حل، ومكتوب على جمهور الزمالك انه يفضل عايش، ان ملهوش اداره تبقى فارق معاها زعل الجمهور وان هي ترضي الجمهور. اهم حاجه المصالح بتاعتنا والسمسره والعمولات بقى، وكل واحد ليه وكيل، ونمشي منظرنا يعني اهم حاجه البرستيج، ونروح نجيب مش عارف رؤساء اتحاد ايه نقيمهم، ونلبس بدله وجرافطه ومناظر كدابه. اتمنى ان اداره الزمالك تفوق من الغيبوبه اللي هم فيها. وما تنساش يا صديقي العزيز زي ما قلت لك تعمل لايك وكومنت وشير، عشان صوتنا مهم جدا في الازمه دي يوصل لاداره الزمالك. ده اللي كان معانا بخصوص أزمة أحمد السيد زيزو. تعليق سريع عن الأزمة وعن المشكلة اللي حصلت وحل المشكلة في كلمتين لإدارة الزمالك. كان معاكم إسلام دونجا في حلقة جديدة ومن برنامج على الطاير. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز. سلام.